بيكم مرة تانية في حلقة جديدة. هنتكلم النهاردة عن خبر مهم جدا، وهو قبل كده من قيمة حوالي كام يوم احنا كنا تنبأنا بإيقاف الشهادات 22% وال25%. كان مجرد تنبؤ، ولكن النهاردة اتأكد الخبر بأن بالفعل صدر بيان رسمي من البنك الأهلي المصري بأن آخر يوم هيبقى في الشهادات اللي هي ال25 وال22.5 هيبقى بكرة، اللي هو الموافق 31 يناير 2023. وسيتم إيقاف الشهادتين، سواء ال25% اللي هي لمدة سنة عائد سنوي، أو ال22.5 اللي هي لمدة سنة عائد شهري. طيب، في سؤال هيطرح: طب ايه الشهادتين اللي هيحلوا محلهم؟ لا، ما فيش اي اخبار جديده عن الشهادتين. لو اتوقفوا ايه اللي هيحل محلهم؟ لكن هي يعني الشهادات القديمه اللي كانت موجوده هي الشهادات اللي على مدار السنه. كانت الشهاده السنه اللي هي الاستثمار كانت 7.5. طبعا فرق فايده غير طبيعي طبعا. وكان الشهادات طبعا ال3 سنين ال16% اللي كانت اللي كانت موجوده. هل في متوقع يتصدر شهادات تانية؟ طبيعي مع الاجتماع اللي هيتعمل كمان كام يوم في البنك المركزي، ان اكيد في شهادات تانية هتصدر بسعر فايدة اعلى، خاصة لو في حاجة هتنزل مع اقتراب انتهاء الشهادات 18%. وهيبقى لازم يتصدر فيه شهادة بفايدة عالية، وكلنا متوقعين الكلام ده، واتكلمت عنها في حلقة قبل كده. ولكن هننتظر بس لما نعدي حتى الشهر اللي احنا فيه. لازم على الأقل في شهادات 3 سنين، وده اللي أنا برجحه، إن في شهادات 3 سنين بفايدة عالية، سواء 18% أو 21%، هتطلع عشان تغطي، أو بمعنى أصح تعمل إعادة تدوير للأموال الخاصة بالشهادة، سواء اللي هي 25% أو 18% في تاريخ. تمام كده. اتمنى تكون حلقه فادتكم، وان شاء الله اقابلكم في حلقه جديده. يا ريت لايك وسبسكرايب للقناه لو انت اول مره بتشوف الحلقه، وشير كتير جدا للحلقه، واللايك مهم جدا عشان الحاجات دي بتدعمني وبتخليني اقدر اوصل لكم اخبار جديده اول باول. اشكركم جدا جدا، وان شاء الله اقابلكم في حلقه جديده، مع السلامه.